عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. ويا ربي هاد الفيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. معكم بيجا من قناه نصري برودكشن، القناه ديالكم اللي تنقول يا ربي كل المحتوى ديالها كاينه الاعجاب ديالكم. الناس اللي كتدخل بالصدفه وكتلقى الفيديوهات ديالي ما تنسانيش بالبارطاج وباللايك وتعليق زوين. علاش لا؟ الناس اللي معايا دائما تنقول لكم لله يخطيكم على الدعم ديالكم. اليوم ما شاء الله معنا حرشه، شي حاجه زوينه بزاف، مكون خطير جدا. لياس قول مرحبا، هاك البساط للمحسونة واللوز في وسطها ينبا وكدا. بسم الله وعلى بركة الله. والحاجة غنديرها غنصليو على نبينا أكيد، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. هنا كما قلت لكم في الأول ديال الفيديو عندنا واحد الحرشة كتجي شي حاجة الخيال العلمي، زوينة بزاف بزاف بزاف. هنا عندي 3 ديال الكيسان ديال السميدة رقيقة ديال الحرشة، وهذا راه كاس ديال الفينو. عندنا نص كاس ديال الفرص الحرش اولا الدقيق المستدير اولا الفرينه، كيجيه فيها حسن من الدقيق الرطب. هنا عندي 2 معالق كبار ديال الحليب بودره، الا عندك حتى اكثر ممكن ديريه. هنا عندي معلقه صغيره ديال الملحه، والملحه دائما كتبقى حسب الذوق. كاس قل شويه اولا قل صباع ديال زيت مائده. وهنايا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن. وهنايا عندنا كيس ديال الفاني وكيس ديال الخميره الكيماويه، ولا بدا واحد معلقه صغيره ديال الخميره معجنه ولا الخميره حبيبات، حيتاش كتعطيها واحد الهشاشه ما نعاود لكمش عليها. بسم الله وعلى بركه الله. غنبداو الحرشه ديالنا. الماء غندير ان شاء الله، ندير هنايا المقادير الناشفه كامله وغادي نخلط عليها. ما نعاودش لكم، ديما كنقول لكم ما نعاودش لكم، انا راه كنعاود لكم. الكاس ديال الفينو كيضيف واحد الهشاشه لهاد الحرشه، كتبرك عندك حتى يومين 3 ايام وكتبقى اكثر من رائعه. كما شفتوا انا كنهضر وراني كنضيف المقادير الجافه كامله. ناس بزاف كيقول لك تندير الحرشه كتصبح غدا كتبدا كي الخبز اليابس، يعني كتبقى تفرتات وهذا. صدقوني الحليب مجفف وكاس ديال الفينو راه غادي تولي معتمده عندكم. انا درت كاع النواشف كامله، ضفت الخميره الحبيبات معجنه، يعني اللي الخميره د الخبز. ضفت عليها الفاني، غادي نضيف عليها حتى خماره، وغادي ان شاء الله نبسهم بالزيت. هنا غادي نضيف الزيت، ممكن حتى للصباح توجدي كلشي هاد المقادير والصباح تخلطيها وطيبيها ومازال يفطروا بها الوليدات. كتجي شي حاجه زوينه، صدقوني راكم غادي تجربوها وغادي تحكموا. هنا كندخل هاد الزيت كامل حتى تتلبس هاد الحبيبات ديال السميده، حيتاش ضروريه هاد المرحله. عاد ان شاء الله كنبدا نضيف الماء. بزاف ناس كيخليو الحرشه ديالهم يعني ناشفه، ماشي شاربه حقها من الماء. هذه هي الطريقه اللي كندير باش تنعرف الحرشه ولا السميده واش خدات حقها من الزيت. هنا صافي بقات واقفه معايا، يعني ما غاديش نضيف. هنا ما غاديش نوقف لا فيديو حيتاش بصح بنات بزاف كيحيروا في النسبه ديال الماء. هاد الزلافه تقريبا راها كتهز تقريبا 4 لتر ديال الماء. غادي نضيفها كامله وانا كنخلط غير بصبع يديا، ومره كنبدا كنجبد من التحت باش ما تبقاش عندي هذا ماشي الخميره، السميده ناشفه. هذا ما كان. هانتوما راه بزاف بنات يخليوها قاصحه ما كتجيش فين ترتاح شويه حتى كتيبس كيقرصوها. هذاك هو اللي كيعطينا التكسر ديال الحرشه ديالنا. غادي نضيف هنايا الماء وما غاديش نوقف لا فيديو. تقريبا غادي نضيف نص زلافه القليل ديال الماء، تقريبا ربع. هذا ما كان تقريبا 300 مليلتر اللي دخلت معايا او لا اكثر حسب السميده. ما غاديش نقدر نقول لكم، ولكن لا تكستور ديال الخليط راكم كتشوفوا قدامكم. كنبدا نجبد من التحت باش ما تبقاش عندي سميده ناشفه، وكيكون هذا هو الخليط ديالنا. ما كنخليوهاش ناشفه بحال الخبز، ضروري هذه الطريقه. وهنا ان شاء الله كما جات العاده ما كنخلطوش، يعني الحرشه ديالنا ونطيبوها في ساعه بدا كترتاح.
على الاقل واحد 5 دقائق وكنرجعوا ليها باش كنعرفوها راه ارتاحت وراه شربات داك الماء. غادي نشوفوا ان شاء الله. هنايا عندي واحد 3 ديال المعالق ديال السميده، غادي ندير لهم هنايا واحد شويه ديال الزبده. هنا خدمت غير بالزبده ديال البواطه، ممكن انكم ديروا غير زيت نباتيه. غادي ان شاء الله هكا نبسس هكا هاد السميده باش نخدم بها احسن من السميده ناشفه يعني. هكا كي كنعرف تنحط صبعي هكا ما تيتلصق لياش، ما كنلقاش باقي الماء على الوجه ديال الحرشه ديالنا، وكنبقى ان شاء الله نخدم بها. بسم الله. هنايا غادي نجيب المقله الوجديه، هنا فين درتها غادي ندير شويه النصف تقريبا ديال الخليط اللي بسست بالزبده، وغادي نقلب هكا الخليط ديالي. غادي نبدا كنبسط فيه بيديا عادي عادي، ما كنلقى معاه حتى مشكل، ما كيتلصق ما والو. والحاجه اللي ضروريه هو اننا ما كنديروش السميده على الوجه ديريكت، وعاد كنبقاو تنبسطوا حيتاش كيدخلوا الحبيبات لداخل وتيخليو لنا القوام ديال الحرشه ما زوينش. هذا مكان. هنا كنبدا كنبسط، وكل مره كنبقى نبسط بالكف ديال اليد حيتاش ما خاصش صباعنا يبانوا في الحرشه. هنا ضفت اللي بقى ليا ديال السميده مبسته بالزبده، وكنعاود ثاني كنبسط الحرشه ديالي وكنبدا نصاوب ليها الجنيبات حيتاش خصها تجي هكا متيوله ومحيطقه. وكنبدا ثاني كنعاود نرجع على بالي شي صباع باينين ليا في الوجه، كنعاود نبسطهم بالكف ديال يديا. هانتوما كتشوفوا معايا. هنا اللي ضروري هو ان غنديروا لها واحد الثقبه في الوسط بحال شوميني، باش هي اللي كتخرج ديك الهواء اللي كاينه لداخل، اللي كيخلي الحرشه كطيب مسطحه وزوينه وما فيها حتى نبيلات وما خسرش ليها الوجه ديالها. هنا جيت معكم هنايا الفوق لا بلاك باش نوريكم النار. النار ماشي متوسطه، ولكن نازله على المتوسطه واحد شويه، متوسطه الى هادئه، حيتاش ما خصناش نديروها تاني خفيفه بزاف غادي تيبس لينا الحرشه ديالنا، وما نديروهاش عاليه حيتاش في ساعه غادي تخطف وغادي تحرق من التحت وما غاديش تكون طابت السميده ديالنا. هنا ملي كنبقى كنحس بها وكتعطيني الريحه ديال الطياب، كنبدا كنقلبها بهذوك يعني اي حاجه عندكم، حيتاش بصح كتحرق المقله الوجديه، كتشد بزاف ديال السخونيه. هنا كنت قلبتها، نتوما كتشوفوا معايا. هذه هي الطريقه اللي سهله بالنسبه للمبتدئات. كنعاود نقلبها في واحد الماعون اخر حتى كيبان لي الوجه ديالها، الوجه اللي بغيتو يتحمر صافي. هذا مكان يعني ملي كيبان لي هذا الوجه بيض باقي ما طابش كنلبس عليه المقله، ولكن اتونسيون حيتاش المقله راه كل مره كتحرق ليا يدي، راه كتكون شاده واحد الحراره ما نعاودش لكم. ضروري واحد المنديل صافي. كنهز المقله الثقيله هكا كنلبسها للوجه وكتكون صافي وجدات معايا سهله انني نعاود نرجعها ان شاء الله على النار. انا بصح من بين الناس اللي كتعجبهم الحرشه تكون طيبه شويه ومحمره، نتوما لكم الاختيار. انا ما كتعجبنيش تكون نشم فيها ريحه السميده ولا نشم فيها ما يعني السميده ما طيباش. هذه غادي تكون هي الحريشه ديالنا بعد ما قابلتها يعني فوق النار. كنقلب ثاني المقله هكا في جنيبات ولا بدا انني غادي نغطيها واحد شويه يرجع فيها سخونيتها وترتاح، وغادي نرجع معكم. انتما كتشوفوا حرشه زوينه بزاف، في ساعه كتوجد. يكفي انني نوجد المقادير ونحطهم فوق بوطاجي ونغطيهم، ونصبح الصباح نفطروا بحرشه هشيشه. كتجي شي حاجه الخيال العلمي كما قلت لكم، تجي شي حاجه زوينه بزاف. فيها كاس ديال الفينو وغير نص كاس ديال الفورص، وما درتش فيها الفورص الرطب. مره اخرى ان شاء الله غنشارك معكم الحرشه ديال الشعير اللي كتجي شي حاجه بنينه سورتو في هذا الوقت ديال بدا كيبرد الحال. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها. انا كتعجبني الحرشه تكون غليظه شي شويه، ما كتعجبنيش بصح الحرشه ديال الزنقه ما تناكلهاش، ولكن ديال الدار كتعجبني بزاف. هانتوما كتشوفوا ما مخطوفاش ما مدقصاش، طيبه على خاطرها، وكتجي حتى المذاق ما نعاود لكمش عليه. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. خليت لكم الراحه. كانت معكم بيجه من قناه الناصري برودكشن، والسلام عليكم.